وسهلا بيكم في حلقة جديدة من الساعاتي. سمعت قبل كده عن مفهوم التريبل 10؟ طب تعال احكي لك. الواحد مننا لما حاجة تقع منه تتكسر وتبوظ يا بيرميها بيصلحها بالكتير، بس ده الشخص العادي مش الشخص الياباني. ومش ياباني بس، ده ياباني ومهندس في كاسيو قدر يحول لحظة إحباط وخيبة أمل لواحدة من أقوى الساعات في العالم، الجي شوك. الحكاية بترجع لسنة 1981 لما كيكو إيبي المهندس في كاسيو الساعة اللي كان لابسها وقعت منه على الأرض واتدغدغت. الساعة دي كانت غالية عليه جدا لأنها كانت هدية من والده. ساعتها جات له فكرة ازاي يعمل ساعة طف وقوية وتستحمل أي ظروف قاسية، ومن هنا اتولد الكونسيبت بتاع التريبل 10: مقاومة سقوط من 10 متر، مقاومة مية 10 بار، وبطارية بتعيش 10 سنين. كيكو اختار 3 مهندسين يشتغلوا معاه وكون فريق سماه بروجكت تيم تاف. الفريق اشتغل على أكتر من 200 نموذج أولي وللأسف كلهم فشلوا، سواء لأن طبقات الحماية كانت بتبقى كتير جدا لدرجة إن هي خلت نموذج أولي منهم في حجم كرة التنس، أو إن كان كل ما يقوي جزء في التصميم الجزء الأضعف بيتكسر. الاختبارات كانت في منتهى القسوة. كيكو كان بيرمي الساعات من شباك بيتهم في الدور الثالث. على سنة 1983 المشروع كان على وشك الفشل ومش قادرين يوصلوا لنموذج نهائي، وكيكو كان تحت ضغط كبير جدا. ففي يوم من الأيام قرر يتمشى شوية في بارك عشان يصفي ذهنه، وشاف مجموعة من الأطفال بيلعبوا بكرة رابر، ولاحظ ازاي إن الكرة سطحها الخارجي هو اللي بيتلقى الصدمات لكن قلبها بيفضل سليم. ومن هنا جات له فكرة الفلوتنج موديول أو القلب العائم، وهي إن الموديول أو شريحة الساعة الديجيتال بدل ما تكون متثبتة جامد في الكيس تكون متوصلة بمجموعة نقط فيها مرونة، ويكون في فراغ حوالين الموديول عشان يمتص القوة الناتجة عن الصدمات والموديول ما يتأثرش. وفي ابريل سنة 1983 ظهر للنور أول ساعة جي شوك دي دبليو 5000 سي. وجي شوك هي اختصار جرافيتيشنال شوك، صدمة الجاذبية. وللغرابة الساعة تقريبا فشلت في بدايتها في اليابان إنها تقنع اليابانيين، لأن كان السائد ساعتها هي الساعات الدريس ووتش والساعات الرفيعة. كاسيو في أمريكا فكروا ازاي يسوقوا الساعة هناك، وعملوا إعلان عن لاعب آيس هوكي بيضرب بالمضرب الساعة الجي شوك في الجون بدل القرص اللي بيلعبوا بيه. The Casio G-Shock has a super powerful shock absorber. That's why it withstands so much shock. Casio G-Shock. للأسف برضو الإعلان اتقلب عليهم وتم انتقادهم إن هما بيبالغوا في قوة الساعة، ولأن الإعلان مضلل لأن مفيش أي ساعة ممكن تستحمل قوة ضربة مضرب الهوكي. مضرب الهوكي ده يا جماعة مش سهل، الأخوين معروف كانوا بيقفلوا بيه خناقات في الجامعة زمان. المهم محدش صدق الإعلان لدرجة إن في قناة أخبار تلفزيونية قررت تعيد نفس الإعلان على الهواء مباشرة عشان تتريق على كاسيو. وحصل اللي محدش كان متوقعه، الجي شوك عدت من الضربة وفضلت شغالة. ومن ساعتها الساعة الجي شوك حققت شهرة كبيرة وانتشار حوالين العالم في التسعينات. على سنة 1998 كاسيو كانت نزلت 200 موديل مختلف من الجي شوك وكانوا باعوا حوالي 19 مليون ساعة. وفي سبتمبر 2017 كاسيو احتفلت ببيع 100 مليون ساعة من جي شوك. يا ترى ايه اشهر موديلات جي شوك؟ طبعا الدي دبليو 5000 سي اول واحدة طلعت سنة 1983، وفي الدي دبليو 5200 سي اللي طلعت في اعلان الهوكي سنة 1984، وفي الدي دبليو 5500 سي اللي اسمها الماد مان ودي طلعت سنة 1985 وكانت مقاومة للأتربة والوحل. الاي دبليو 500 ودي اول ساعه جي شوك فيها عقارب وشاشه ديجيتال وظهرت سنه 1989. الدي دبليو 6300 ذا فراج مان ودي اول ساعه غطس سيرتيفايد من جي شوك ل 200 متر. الام ار جي 100 ودي اول ساعه جي شوك بكيس ميتال ظهر سنه 1996. الدي دبليو 9300 التاف سولار ودي اول ساعه جي شوك تشتغل بالطاقه الشمسيه وظهر سنه 1998. الجي دبليو 100 ذا انت مان ودي اول ساعه جي شوك بتلقط اشارات الساعه الذريه وتظبط الوقت عليها وظهرت سنه 2000. واخيرا الجي 2100 ودي مميزه بالكيس السداسيه اللي شبه الاي بي الرويال اوك عشان كده بقى اسمها كاسي اوك. الكاسي اوك ظهر سنه 2019 وظهر منها الوان كتير وموديلات كتير. الساعه اللي معانا النهارده هي جي ام 2100 ودي الكيس الميتال من الكاسي اوك، نزلتها جي شوك سنه 2021. تعالوا نشوف الساعه دي بتقدم ايه. قبل اي حاجه شوت الاسبريسو المظبوط. وادي الساعة الكاسيو الجي شوك جي ام 2100-1A. الكيس دايمنشنز: القطر 44 ونص، لاك تو لاك 49 ونص، الافكتيف 56، الكيس ثيكنس 11.8 واللاج ويتس 25 ونص ملي. الساعة جاية بالكامل من الستيل ستيل والفينشنج بتاع الكيس كله هاي بولش من كل حتة زي ما احنا شايفين باستثناء قطعتين في الجنب والبيزل هما اللي جايين براشت. الساعة جاية على ريزن ستراب تقليدي زي اللي بنشوفه في ساعات جي شوك، بيحصل له تيبرينج من 25 ملي ل 21 ملي. الجودة بتاعته بصراحة كويسة، والباكل بتاع الساعة جاي من الستيل ستيل. الديزاين بتاع الدايل جاي فيه عقارب وشاشة ديجيتال سطرين من 3 ل 6 وديت انديكيتور عند 9 وانديسيز عند كل ساعة، والفينشنج بتاع الدايل فيرتيكال براشنج. في
في 4 بوشرز للتحكم في الموديول رقم 5 6 11. الموديول جاي فيه وور تايم ل 48 مدينة، 31 تايم زون، وستوب ووتش ل1 على 100 من الثانية، وكاونت داون، و5 الارم، والاكيروسي بتاعته زاد او ناقص 15 ثانية في الشهر. وفي السوبر لومينيتور اللي ممكن تتحكم فيه يبقى 1.5 ثانية او 3 ثواني. لو عايز تقرا الساعة الديجيتال والعقارب مغطية عليها، هتدوس على لايت ومود مع بعضيهم، هتلاقي العقارب بعدت خالص عن الشاشة، وبعد ما تقرا تدوس عليهم تاني هتلاقي العقارب رجعت مكانها زي ما كانت. ودي بصراحة حركة صايعة جدا من الموديول ده. جودة البناء بتاعت الساعة بصراحة هايلة على الفئة السعرية اللي جاية فيها. الساعة سعرها $220، وزي ما احنا شايفين الساعة very solid زي ما احنا متعودين من ساعات جي شوك. مهم جدا تاخد بالك من الفرق ما بين اللاكتولاج الحقيقي والإفكتيف لاكتولاج اللي هو بيأثر على تجربة لبس الساعة، وبيخليك محتاج ريستك ما يقلش عن 15 سنتي عشان الساعة ما تبانش كبيرة على ايدك. ادي الساعة على ريست ايدي، انا ريست ايدي 17.5 سنتي. بصراحة الساعة مريحة جدا ووزنها خفيف. الساعة وزنها 72 جرام، وده بيخلي الساعة خفيفة على الايد ومش محسوس ان انت لابس حاجة. زي ما احنا شايفين الافكتيف لاج كبير، وده محتاج ان ريست الايد ما يقلش عن 15 سنتي غير هيبقى شكلها كبير. والستراب جاي فيه مقاسات كتير، ممكن تلبس ريست لغاية مقاس فوق 20 سنتي. مع ان الساعة مقاساتها كبيرة، لكن زي ما احنا شايفين التصميم بتاعها ورفعها بيخليها نايمة على ريست الايد، وبيخلي تجربة اللبس بتاعتها بصراحة مريحة جدا. في الماكرو شوتس هنا هنقدر نتعرف اكتر على الوضوح بتاع الساعة. وزي ما احنا شايفين في الموديل ده للأسف الكونتراست مش موجود ما بين العقارب ولون الدايل ولون السب دايل وحتى لون جسم الساعة، وده بيأثر بشدة على وضوح الساعة وبيخلي رؤيتها فعلا مش أحسن حاجة، وبيخليك محتاج دايما انك تشغل اللايت عشان تعرف تقراها. حتى مع الزوم ان هنلاقي ان النيجاتيف ديجيتال ديسبلاي برضو مش واضحة، لكن بشكل عام التشطيب بتاع الدايل واللاي اوت بتاعه وتوزيع الديت انديكيتور ومكان الديجيتال ديسبلاي شكلهم حلو ومخلين الساعة شكلها شيك ولافت للنظر. كاسيو مستخدمة النيو برايت لومينانس على العقارب. الجلوم بتاعها مش بطال في الأول، لكن بيفيد بسرعة مع الوقت. هنتفرج هنا على الساعة في الإضاءة الطبيعية تحت نور الشمس واحنا بنعمل ريسترول، وبعد كده هسيبكم مع البوكيت شوت. ايه مميزات الساعة جي شوك الكاسي اوك الميتال؟ ساعة قوية جدا بتصميم لافت وترندي، ساعة عملية واعتمادية جدا وشكلها حلو، ساعة من براند معروف قيمتها فيها وتعيش معاك العمر كله. طب ايه عيوب الساعة؟ الساعة ضخمة شوية فمش هتناسب اي ريست، بالذات لو مقاس الريست تحت 15 سم. وضوح الرؤية بتاعت الساعة بصراحة مش احسن حاجة، بالذات الموديل اللي معايا. النيجاتيف ديسبلاي صغيرة قوي ومش واضحة. تشتري الكاسي اوك الميتال امتى؟ لو بتدور على ساعة قوية تخش بيها في الحيط. لو عايز ساعة رياضية وشكلها حلو، أنا شايف إن الساعة مناسبة جدا بالذات لطلبة الجامعة. لو عايز ساعة تلبسها وتنساها وما تفتكرهاش غير كل 3 سنين وأنت بتغير البطارية. ما تشتريهاش إمتى؟ لو ريست إيدك أقل من 15 سنتي الساعة هتكون ضخمة عليه، ساعتها ممكن تشوف الموديل الأصغر اللي هو الجي ام اس 2100. لو مهم عندك جدا إن الساعة تكون واضحة شوف موديل تاني يكون أوضح من اللي معايا. لو نمط حياتك رسمي بالكامل مش هتناسبك. أنا كده خلصت، يا ريت تقولي في الكومنتس رأيكم إيه في الساعة الجي شوك الكاسي اوك الميتال، ويا ترى الساعة فعلا بتعبر عن فلسفة جي شوك؟ وقولوا لي برضه عايزين تشوفوا ايه في الحلقات اللي جاية. يا ريت لو عجبكم المحتوى تقولوا لاصحابكم عليه، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يجيلكم كل جديد. انا سامر جمال ودي قناة الساعات، اشوفكم الحلقة الجاية.